مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقترح عليكم حلوى سهله وبسيطه اللي يحوسوا على حلويات هكا تكون بنينه وتكون ما تكلفش واقتصاديه تاني. غادي ندير لكم هليلات تاع محشيين بالمربى ومزينين بهذا التزيين البسيط بزاف. تروحوا معايا تشوفوا المقادير الطريقه. انا عندي 125 غرام مارغرين تكون طريه، عندي حبه بيض كامله، عندي 4 مغارف تاع الزيت، غادي نزيدو 2 مغارف كبار تاع السكر كلاص، سكر ناعم، وغادي نزيدو مغرف صغيره حبه بيض. هنا كامل هنايا راكم تشوفوا فيا درت الاولى صفار، بغيتها تجيني مبسه ولكن عاود زدت كملت هذاك البياض كامل، درته يعني درت حبه كامله. دوك نقول لكم علاه درت حبه كامله. هنا الخميره تاع الحلوى درت على راس المغرف خميره الحلوى ولا ربع ملعقه. هنايا ملعقه صغيره تاع فانيلا. هنا بغيتو تعطروها بأي اغوم عندكم دبروا لسانكم. هنا مارغرينا عندي طريه اللي دخلتها غير بيدي كما راكم تشوفوها، ينسجموا كامل المكونات بخف معايا. نبدو نلمو بالفرينه كما راكم تشوفوا. هنايا الفرينه على حسب ما تلمكم العجينه توقفوا، ما تنشفوهاش بزاف لانه تغبنكم في الخدمه، خلوها طريه في يديكم شويه. هذه هي المرحله الاولى تاع العجينه تاعنا، كاي عجينه تقريبا تاع صابلي ولا. هنا ما درت فيها نشا ولا المايزينا. هذه هي بعد ما شكلتها ممكن تخلوها ترتاح شويه. هنا غادي نجيبو كيس بلاستيكي ونحلو العجينات تاعنا، نحلوها عادي كيما نبغوا نديرو الصابلي تاعنا. تاني السمك ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف. نجيبو اي قاطعه مدوره، هنا الحجم كيما تبغوا. انا هنا درتهم حجم متوسط، ما هم كبار بزاف ما هم صغار بزاف. تقطعوا دخلوا الطابع تاعكم ولا في الفارينه. وهنا ماشي شرط يكون مشرشف بهذا الشكل، ولا ممكن يكون سامبل ولا، لانه غادي ما يهمناش الشكل. هنا غادي نحشوهم بالكونفيتور ولا المعجون. هنا مادابيا الكونفيتور يكون هذاك المتماسك اللي شاد روحه، ما يكونش هذاك المطلوب لانه غادي يغبنكم بزاف ويسيل لكم. هنا لازم ديروا بلاستيك باش يعاونكم باش ترفدوا الحبه. هنا في الاول قلت لكم درت صفار بيض، بغيتها تجيني مبسه ولكن غبنتني بزاف في الخدمه، قعدت تتشقق معايا. لذا عاودت لميت كامل هاد العجينه راكم تشوفوا فيها، وزدت كامل هذاك البياض اللي خليته هكا باش عندما نخدم هاد الحلوى ولا نشكلها ما تغبنيش. هنا ضروري هادو الامور البسيطه تعلموهم بالممارسه وبال كل ما ديروا الحلوى تعرفوا هكا الامور اللي ممكن تغبنكم وتتفادوها. هنايا نديروا المربى كما نقولوا لا كونفيتور. هنايا ماذا بيا ديروا تاع مشماش كما قلت لكم، ما تخلطوش، خلوها كمتماسك. هنا كتزيين بسيط عندي شويه تاع كوكاو مقلي بقشوره وطحنته، قلعت منه هذاك الرطب اكيد ما تخلوش في الرطب، وتديروا بالبانسو بياض البيض وتغطسوا الحبه تاعكم ولا الهليلات تاعكم في هذاك البياض البيض في الكوكاو عفوا. طبعا هذه الحلوى قديمه ماهيش جديده، ولكن حنا في القديم ما كناش نديروا كونفيتير وحده، كنا نديروها عقده بالكوكاو ولا نوات كوكو ولا يجينا شباب. هنا ننصحكم اذا كان عندكم شويه كوكاو ولا شويه نوات كوكو زياده خلطوه مع الكونفيتير والحلوى الترك ايضا اذا كانت موجوده معكم تجي بنينه اكثر واكثر. انا بغيت نديرها سهله واقتصاديه ولكن حسيتها انها بالعقده تجي خير من هكا. هذا هو بعد ما شكلتها كما راكم تشوفوا. جا الكوكاو وجا شباب فيها. ندخلوها طيب حوالي 20 دقيقه، نشعلوا لها من تحت، طلعوها في الرف الفوقاني غادي تنشف معنا وتولي بهذا الشكل. ملاحظه مهمه، غادي اذا ما غلطتوهاش مليح غادي يخرج لكم شويه داك المربى الكونفيتير شويه يسيل معكم، ولكن معليش هذه هي. خلوها تبرد ورشوا عليها شويه سكر كلاص. انا كنوع من التزيين. ولا بغيتو ديروا التزيين الثاني اللي اقترحته عليكم تاني بسيط وسهل. ذوبوا شويه شوكولا، ديروها في بوش ولا وديروا زيكزاك عادي كما اي حلوى عاديه. وهذه هي البنتها راهي في بساطه تاعها في مكوناتها الاقتصاديه. وكما قلت لكم هذاك الحشو، وانا ماذا بيا عن تجربه درت الحشوه في هذه الهليلات جاتني احسن من هذه النتيجه. قلت انا نجربها بالمربى بالك تجيني مليحه، ولكن هي البنه راهي فيها ولكن ما جاتش كيما تاع الحشوه اللي نديروها. كيما قلت لكم داك الكونفيتور يا اما تخلطوا مع شويه نواه كوكو ولا تخلطوا مع شويه كوكاو وحلوه الترك تاني كي تجيكم بنينه. هذه هي الحلوى، راهي بسيطه وسهله واقتصاديه. اذا بغيتوا ديروها القهوه تاع حشيه، قهوه العصر تاع
لوليداتكم ولا ضيوف اذا جاكم تاني كنا تجي لاباس بها وتجي بنينه. غادي نقسم لكم حبه وتشوفوها. كما قلت لكم المشكله الوحيده تاع هذه الحلوى انه الكونفيتور خاصه اذا كان سايل معكم غادي شويه يغبنكم اذا ما بلعتوش الحبه مليح تاع الحلوى ولا تشقت معكم غادي يسين معكم داك الكونفيتور. ولكن اذا درتو حشوه غادي تضمنوا انه ديك الحشوه تبقى مستقره في بلاصتها وما تخرج. ان شاء الله الحلوه تاع اليوم تكون عجبتكم. نضرب لكم موعد في فيديو قادم، قارعوني، نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحكم، سلام.